قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها إيميلي، واللي بتكون بتعمل مقابلة مع مدير الشركة اللي مقدمة فيها على شغل، وبيسألها المدير لو كان عليها أي أحكام قديمة أو اتسجنت قبل كده. فبتقول له إيميلي إن هي ما عليهاش أي قضايا غير مرة واحدة بس اتقبض عليها فيها، وكان بسبب إن هي كانت سايقة العربية بسرعة. وبتقول له إن هي عملت كده بس وقتها لأنها كانت بتحاول توصل صديقتها المريضة للمستشفى بسرعة، لكن المدير بيكون عارف إن هي بتكذب عليه، وبتتفاجأ إن هو معاه الملف بتاعها واللي بيكون فيه كل حاجة عنها. وبنعرف إن هي اتسجنت قبل كده بسبب إن هي اعتدت على شخص. فبتقول له ان هي اضطرت تكذب عليه لانها محتاجه الوظيفه جدا لانها مديونه بمبلغ كبير. وبتقول له ان هي لو كانت قالت له الحقيقه ما كانش هيوظفها برضه، وكانت لسه هتقوم عشان تمشي، لكن المدير بيسالها ليه اعتدت على الشخص ده، فبترفض تتكلم معاه وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بترجع ايميلي للشغل الاساسي بتاعها واللي بيكون عباره عن عامله في مطعم. وبنعرف ان ايميلي عايزه وظيفه تانية لان المرتب الحالي ليها قليل جدا ومش هتقدر تسدد الديون اللي عليها. وبعد ما بتخلص شغلها وكانت هتروح البيت، فجاه بيطلب منها زميلها خفير انها تشتغل مكانه باقي اليوم لانه محتاج يمشي ضروري عشان يوصل ابنه للماتش بتاعه. فبتوافق ايميلي فعلا، وخفير بيكون عايز يساعدها لانه عارف ان هي محتاجه فلوس ضروري، وبيديها رقم واحد هو عارفه وبيقولها تتصل بيه وهو هيساعدها عشان تلاقي شغل مقابل فلوس كتير. وبعد ما بتخلص ايميلي الشغل بتروح البيت، وبالليل بتخرج عشان تقابل صاحبتها ليزلي في مالها ليلي، لكن وهي في الطريق بتفتكر الرقم اللي اداهولها خفير، وبتقرر تبعت له رساله وبتقول له ان خفير هو اللي قال لها تتصل بيه لانهم محتاجينها في شغل. فبيديها الشخص ده عنوان وبيطلب منها تروح له في الميعاد اللي قالها عليه. وبعدها بتوصل الملهى الليلي وبتقابل صديقتها ليزلي، وهناك بتقول لها ايميلي ان هي محتاجه شغل ضروري عشان تسدد الديون اللي عليها. فبتقول لها ليزلي ان هي هتكلم لها المديره بتاعتها عشان تلاقي لها وظيفه معاهم في الشركه اللي هي شغاله فيها. فبتشكرها ايميلي وبتقول لها ان الموضوع هيكون صعب بسبب سجل القضايا بتاعتها، لكن ليزلي بتقول لها ان هي هتضمنها عند المديره بتاعتها لان المديره بتحبها ومش هترفض لها طلب. وبعدها بيكملوا سهرتهم مع بعض. وتاني يوم بتروح ايميلي للمكان اللي قال لها عليه الشخص في التليفون، واول ما بتدخل بياخدوا منها الرخصه بتاعتها وبيسالوها مين اللي ادالها الرقم بتاعهم. فبتقول لهم ان خفير هو اللي اداهولها. فبيتصلوا بخفير عشان يتاكدوا من كلامها، وبتكون ايميلي مستغربه جدا من اللي بيحصل. واول ما بتدخل بتلاقي ناس كتير جدا جايين عشان الوظيفه. وبعدها بيظهر واحد اسمه جو وبيجمع كل الناس اللي هناك وبيتكلم معاهم. وبتتفاجئ ايميلي لما بيقول لهم جو ان شغلهم مش قانوني لكنه في نفس الوقت مش خطير ومش هيقدر حد يقرب منهم، وده لو نفذوا كل اللي هيقول لهم عليه. ولما بيسالوه عن الشغل بيديلهم بطاقات بنكيه وبيقول لهم ان البطاقات دي مزوره، رغم ان اللي يشوفها ما يقدرش يفرقها عن الحقيقيه. وبيعرفهم ان الشغل عباره عن انهم هيشتروا حاجات بالبطاقات دي وبعدها هيمشوا من المكان بسرعه قبل ما اي حد يكتشف ان هي مزوره. فبتقلق ايميلي جدا وبتكون مش عايزه تغامر وكانت لسه هتمشي، لكن جو بيوقفها وبيسالها ليه عايزه تمشي. فبتقول له ان هي مش عايزه يتقبض عليها بسبب الشغل ده. فبيديها جو رخصه قياده باسم نفس الشخص اللي على البطاقه. فبتفهم ايميلي ان هم اشخاص محترفين وصعب فعلا اي حد يعرف ان البطاقات دي مزوره. وبيقولها لو اي حد شك فيها ممكن توريه الرخصه اللي معاها. وبيعرفها ان اهم حاجه في الشغل بتاعهم ان هي تثق فيهم. فبتغير ايميلي رايها وبتقرر ان هي تشتغل معاهم. وفعلا بتروح ايميلي عشان تنفذ اول مهمه ليها، وبتشتري شاشه تلفزيون كبيره جدا من جوه المول. وهي هناك بتاخد كاب وبتلبسه عشان محدش يشوف وشها في الكاميرات. ولما بتروح عشان تحاسب على الشاشه بتتفاجئ ان البطاقه شغاله فعلا، وبتقدر تشتري الشاشه وبتخرج من المكان وهي فرحانه. لكن فجاه بينادي عليها واحد من الامن وبيقول لها ان هي ما دفعتش ثمن الحاجه اللي اشتريتها، وبتكون مرعوبه جدا. لكن بعدها بتكتشف ان هي نسيت تدفع ثمن الكاب اللي معاها. فبتديله الكاب وبتروح عشان تركب العربيه مع جو وبتسلمه الشاشه. وبعدها بيدي لها $200 نصيبها من العمليه، وبتكون مبسوطه جدا بالمبلغ اللي كسبته في زمن قصير جدا. وبيقول لها جو ان هي لو مهتمه تكمل معاهم بكره هيكون ليها مهمه جديده وهتكسب منها $2000 لو جيت. وبيديها موبايل وبيقول لها بكره الساعه 1 الظهر هيجي لها رساله بالمهمه الجديده بتاعتها. وبتاخد ايميلي الموبايل وبتمشي. وتاني يوم بتكون ايميلي في الشغل وبتتصل بيها صديقتها ليزلي وبتقول لها ان المديره بتاعتها رفضت توظفها في الشركه بتاعتهم. وبتعتذر لها ليزلي لانها فشلت، لكن ايميلي بتشكرها وبتقول لها ان ده هي اللي توقعته. وبتفهم بعدها ايميلي ان مفيش قدامها غير الشغل اللي مع جو عشان تقدر تسدد الديون اللي عليها. وبتفضل مستنيه الرساله اللي هتوصل لها
بالمهمه الجديده، لكن الساعه بتعدي واحده ومحدش بيتصل بيها لحد ما بتزهق وبترمي الموبايل في الباسكت وبتمشي. لكن قبل ما تخرج بتسمع صوت الرساله على الموبايل وبترجع عشان تجيبه، وبعد ما بتشوف الرساله بتمشي من الشغل من غير استئذان عشان ما تتاخرش، وبتروح عشان تقابل جو وبتركب معاه، وبيديها بطاقه بنك تانية وشيك حقيقي من البنك بمبلغ بسيط، وبيقول لها ان البطاقه دي عليها مبلغ كبير، وان المهمه الجديده عباره عن انها هتشتري عربيه وهتدفع جزء من ثمنها بالشيك اللي معاها، والباقي هيكون عن طريق البطاقه المزوره. وبيعرفها ان الموضوع مختلف المره دي لان المبلغ كبير، وان البنك هياخد حوالي 8 دقايق بس عشان يتاكد من بيانات البطاقه ويعرفوا ان هي مزوره. وبتفهم ان قدامها 8 دقايق بس من اول ما تدفع ثمن العربيه عشان تقدر تهرب من المكان. وبعدها بتروح ايميلي فعلا معرض العربيات وبتشتري عربيه، وبتدي لصاحب المعرض الشيك اللي معاها وبتديله البطاقه عشان يسحب باقي المبلغ، ومش بيشك فعلا في اي حاجه. وبعد ما بيسحب الفلوس بتحسب ايميلي ال8 دقايق عشان تقدر تهرب قبل ما يكتشفوا ان البطاقه مزوره، لكن مدير المعرض بيأخرها بسبب الاوراق اللي بتكون مضطره تمضيها. وبعدها بتمشي بسرعه قبل ما يكتشفوا اي حاجه، وبيوصلها واحد من الموظفين للعربيه اللي اشتريتها عشان تاخدها وتمشي. لكن فجاه قبل ما تمشي بيتصل به المدير وبيوقفها الموظف وبيطلب منها تنزل تاني، وبتفهم ان هي اتكشفت. وقبل ما تهرب الموظف بيحاول يوقفها، وكان لسه بيحاول يخرجها من العربيه لكنها بتقدر تفلت منه وبتاخد العربيه وبتهرب من المكان بسرعه. وبيروح الموظف وراها بالعربيه بتاعته، لكن فجاه بتقف عربيه قدامها على الطريق وبتضطر ان هي تقف. وقبل ما يروح لها الموظف بتنزل ايميلي من العربيه وبترش على وشه بالسبراي اللي معاها، وبعدها بترجع بسرعه للعربيه وبتمشي من المكان وبتوصل لجو، وهناك بتسلمه العربيه وهي متضايقه جدا بسبب ان هي كان هيتقبض عليها. وبعد ما بيدي لها الفلوس بيطلب منها يعالجها، لكن ايميلي بتكون متضايقه وبترفض وبتمشي. لكن بعدها جو بيروح وراها وبيحاول يهديها وبيطلب منها يوصلها لبيته عشان يعالجها، وفعلا بياخدها معاه وبيسالها في الطريق عن السبب اللي خلاها تقبل الشغل معاهم، فبتحكي له كل حاجه وبيعرف منها موضوع الديون اللي عليها. وبعد ما بيوصلها للبيت بيعالج الجرح بتاعها، وهناك بتقول له ايميلي ان هي عايزه تتعلم الشغل بتاعه، وبتساله ازاي بيقدر يزور كل البطاقات دي. لكن ساعتها جو بيجي له اتصال وبيكون مضطر يمشي، فبيقول لها لو عايزه تعرف كل حاجه ممكن تجي له بكره. وبعدها بترجع ايميلي للشغل بتاعها وبتعرف ان المدير عايزها، ولما بتروح له بيحذرها بسبب ان هي مشيت من الشغل امبارح من غير اذن، فبتقول له ان هي كانت مضطره تمشي ضروري لان الموضوع كان خارج ارادتها. لكن المدير بيرفض العذر وبيخصم جزء من مرتبها، وايميلي بتكون متضايقه جدا وبتفهم ساعتها ان مفيش قدامها حل تاني غير ان هي تروح لجو عشان تتعلم منه كل حاجه. وفعلا بتروح للبيت وبيعلمها ازاي تزور البطايق، وبيعرفها ان معاه معلومات وارقام البطايق المزوره، وبيعلمها ازاي ممكن تطبع كل البيانات على البطايق عن طريق الجهاز اللي معاه. وبعدها بيخليها تشتغل بنفسها عشان تتعلم، وبعد ما بتعرف كل حاجه بيدي لها جهاز زي اللي معاه عشان تطبع بيه البطايق، وبيديها بيانات لمجموعه من الناس وارقامهم عشان تعمل بهم البطايق، وبينصحها ما تشتريش من نفس المكان مرتين عشان ما حدش يشك فيها، وبيدي لها صاعق كهربائي عشان تحمي بيه نفسها لو حصل لها اي حاجه. وبعدها فعلا بتروح ايميلي للبيت وبتبدا شغلها لوحدها وبتطبع شويه بطايق، وفعلا بعدها الموضوع بيكون ناجح معاها وبتقدر ان هي تشتري اجهزه كتير وشاشات غاليه، وبعدها بتبيعها في السوق السوداء وبتاخد الفلوس بتاعتها. وبعد فتره بتقدر ايميلي ان هي تخلص كل الارقام اللي معاها وبتجمع مبلغ كبير من المال، وبعدها بترجع لجو وبتديله نسبته من الفلوس وبتشكره وبتطلب منه ارقام جديده عشان تطبعها على البطايق. لكن فجاه بيدخل عليهم واحد اسمه توني واللي بيكون شريك جو في الشغل بتاعهم، وبيفهم ان جو عرف ايميلي عن تفاصيل الشغل بتاعهم وبيتضايق منه جدا. وبعد ما بتروح ايميلي البيت بتاعها بيجي لها اتصال من شخص مجهول عشان يشتري منها شاشه كانت عرضها للبيع، وبتتفق معاه عشان تقابله بعيد عن البيت بتاعها، وبتخرج فعلا عشان تقابله لكن محدش بيجي. وبعد ما بترجع البيت بتتفاجئ ان الشخص اللي كان بيكلمها في التليفون كان بيراقبها ومشي وراها لحد البيت، وبتخاف ايميلي. وقبل ما بتدخل البيت بيهجم عليها الشخص ده وبيهددها بالسلاح، وبيقول لها ان هو عارف كل العمليات اللي بتعملها والشاشات اللي بتسرقها وبتبيعها، وبيهددها عشان تقول له على مكان الفلوس اللي معاها. فبتضطر ايميلي اللي هي تقول له على مكان الفلوس، وبياخد كل الفلوس اللي معاها فعلا، وكمان بياخد الكلب بتاعها. وبعد ما بيمشي بتكون متضايقه ايميلي جدا وبتقرر ان هي ما تسيبش حقها وان هي لازم ترجع الفلوس اللي كانت هتتسجن بسببها. فبتقرر ان هي تاخد الصعق اللي اداهولها جو وبتخرج وبتضرب بيه الشخص ده لحد ما بيغمى عليه، وبتاخد البنت اللي معاه بره العربيه وبتشوف العنوان بتاعها في البطاقه، وبتقول لها ان هي عارفه دلوقتي هم عايشين فين، وانهم لو فكروا يقربوا منها تاني هتخلص عليهم كلهم بنفسها. وبعدها بتاخد الفلوس والكلب بتاعها وبترجع للبيت. وتاني يوم بتروح الحفله بتاعت صديقتها ليزلي، وبنلاحظ ان علاقتها مع جو بتتطور اكتر وبداوا يقربوا من بعض كتير. وبعدها بتروح لها صديقتها ليزلي وبتقول لها ان اخيرا المديره بتاعتها وافقت تعيينها في
الشركه بتاعتهم. فبتفرح ايميلي جدا وبتوافق، وبتعرفها ان هي لازم تحضر بكره للشركه عشان تقابل المديره بنفسها. وبعد ما الحفله بتخلص بتخرج مع جو، وهما الاتنين بيعترفوا بحبهم لبعض وبيبداوا يعيشوا سوا. وبعد مده بتروح مع جو عشان يفرجها على الشقه اللي اشتريتها لوالدته، وبيعرفها ان والدته عايزه تشوفها. وفعلا بعدها بياخدها جو وبيروحوا لوالدته، واللي بتكون طيبه جدا وبتعجب بايميلي، وبيكونوا كلهم فرحانين. لكن فجاه بيدخل عليهم توني وبيقول لهم ان هو عايزهم في موضوع ضروري، وبيقعد معاهم وبيوريهم فيديو متسجل لايميلي وهي بتسرق من نفس المكان في نفس الاسبوع. وبيعرفهم ان الشرطه حاليا بتدور عليها، وانهم لو وصلوا لايميلي اكيد هيوصلوا ليهم هم كمان. وبيلوم جو لان هو كان السبب ان هو عرف ايميلي عن كل الاسرار بتاعتهم والشغل بتاعهم. وتاني يوم بيطلب جو من ايميلي ان هي توصله بالعربيه بتاعتها، واول ما بتشوفه بتتفاجئ ان هو مصاب، ولما بتساله عن اللي حصل مش بيرضى يقول لها حاجه. وبعد ما بيوصلوا للبيت بتفهم ان توني غدر بيهم واخد كل الفلوس بتاعت جو، وبيقولها ان هو لازم ما يسيبش حقه وان هو ناوي يسرقه بكره، وبيطلب منها تساعده عشان يقدر يعمل كده. لكن ايميلي بتكون قلقانه جدا وبتقوله ان هي مش هتقدر تساعده بكره، خاصه لان عندها مقابله في الشركه الجديده. وفعلا تاني يوم بتروح ايميلي المقابله، وبتقابل المديره بتاعت ليزلي وبتتكلم معاها عن الوظيفه. لكن ايميلي بتكون مصدومه لما بتعرف ان هي هتشتغل مؤقتا لمده 6 شهور بدون اي مرتب. وبتقولها المديره ان هي لو اثبتت نفسها هتتعين بعدها. فبتتضايق ايميلي جدا وبترفض وبتمشي من المكان. وبعدها بترجع لجو وبتقرر ان هي تساعده عشان يرجعوا الفلوس بتاعتهم اللي توني سرقها. وفعلا بيروحوا بالليل لبيت توني، وبتخبط ايميلي على الباب، وبيفتح لها واحد من رجاله توني وبتقول له ان هي جايبه لهم الشغل اللي توني طالبه منهم. واول ما يفتح الباب بتضربه ايميلي بالصاعق اللي معاها، وبيروح جو بعدها وبيضربه وبيفقده وعيه، وبياخد منه الموبايل بتاعه. وبعد ما بيدخلوا بيبعتوا رساله لباقي الرجاله بتاعه توني واللي موجودين في نفس البيت، وبيقولوا له في الرساله ان هو سرق عربيه من مكان معين، وبيطلب منهم يروحوا له عشان يتصرفوا فيها. وفعلا كل الرجاله بيخرجوا وبيكون مش فاضل غير توني في البيت، وبيطلعوا الدور العلوي عشان يدوروا عليه. لكن الاوضه بيكون فاضيه، وفجاه بيظهر توني من وراهم وبيضرب جو على دماغه وبيفقده وعيه. وساعتها بتهجم ايميلي عليه بالصاعق، لكن توني بيقدر يمسكها وبيوقعها، وكان لسه هيخنقها ويخلص عليها. لكن ايميلي بتطلع سكينه من معاها وبتضربه لحد ما بيقع على الارض، وبعدها بتهدده عشان تعرف منه مكان الفلوس. وفعلا بيعرفها ان الفلوس كلها في التلاجة وبيطلب منها تسيبه. وبتروح ايميلي وبتاخد الفلوس، وبتاخد جو معاها وبتساعده عشان يهربوا من المكان بسرعه. واول ما يركبوا العربيه بتعرف ان اصابه جو سيئه جدا وبيفقد الوعي تاني، وبتحاول تساعده لكنه بيموت في النهايه. فبتضطر ايميلي ان هي تنزل وبتسيبه في العربيه وبتاخد كل الفلوس معاها. وبعدها بتقدر ايميلي ان هي تسدد كل الديون اللي عليها، وبتسافر بلد تانية عشان تبعد عن الشرطه ومحدش يقدر يدور عليها. وبعد ما حياتها كلها بتتغير بنشوف ايميلي تاني وهي قاعده مع مجموعه من الناس وبتعلمهم ازاي يسرقوا بالبطايق المزوره زي ما علمها جو بالظبط. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وسلام.